العميد عبد الناصر فرزات المحلل العسكري من برلين. مساء الخير سيادة العميد. كيف تقرأ تصريحات مدير أمن السويداء؟ تعليقك على التصريحات التي أدلى بها سليمان عبد الباقي بشأن إطلاق سراح المحتجزين بحسب متابعتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم ولكل الأشراف والكرام في سوريا. أخي الكريم، في الحقيقة احنا نعيش اليوم عصر القوة لا عصر الضعف، لا عصر الأخلاق، ولا مكان للضعيف في هذا الكون. في الحقيقة نرى في تصريحات السيد سليمان عبد الباقي المدير العام للسويداء شيء يقول أن هذه المجموعات الخارجة عن القانون والمجندة للخارج والتي تعمل بأمر مشغليها في الخارج وخاصة في إسرائيل، أن هذه المجموعات لا تعطي أي استجابة للقرارات والاتفاقيات التي تصدر مع الحكومة السورية، علما أن الحكومة قد اتخذت أسلوب الحكمة وفي حل المشكلات في حل الأزمة في السويداء، ولم تتبع أسلوب القوة، وبالتالي وتوجت ذلك بخطة الطريق التي اتفق عليها، التي كانت بموافقة دولية بالأحرى، أردنية وأمريكية وبالإضافة إلى سوريا، وأن هذه الدول ستساعد الحكومة السورية في تنفيذ هذه الخطة. لكن هذه العصابات أو هذه المجموعات المارقة التي تتبع الأجندة الخارجية لا يحلو لها ذلك ولا يحلو لها حل الأزمات، لأنها تعيش في مستنقع من الأخطاء والفتن، علما أن هذه الفتن تلقي الدولة في تبعد الأمن عن الدولة، وبالتالي تبعد الدولة عن حل مشاكلها. هذه الخطة تدعو إلى حل الأزمة السويداء بشكل كامل وإطلاق سراح كافة المسجناء إلى ذويهم وأهليهم. نحن نقول نحن في سوريا شعب واحد، نعيش كأخوة متآخين، ليس لا مجال للتدخلات الخارجية. هذه التدخلات الخارجية تعطي المجال للخارج ولأعداء سوريا بتقويض كافة أساليب التقدم والسير بسوريا إلى الأمام، وبالتالي نحن سنكون في مستنقع من الفتن. هنا يبرز دور لا بد أن نذكر بالأحرى من بروز دور المثقفين والسياسيين في السويداء، وعلى الدولة أن تتعامل مع هؤلاء المثقفين والسويداء بالذات، لا مع شيوخ العقل. يجب علينا ترك شيخ العقل للأمور الدينية، ويجب علينا هنا الإشارة إلى أنه لا بد من توفر العدل والمساواة والإلزام أو التحقيق مع هؤلاء المجرمين بشكل عادل، كل حسب ما يستحق. إذن هنا أمام إخوتنا المثقفين والسياسيين في السويداء فرصة لإعادة السويداء إلى حاضنتها الوطنية وإلى إعادة سوريا للسير إلى الأمام في المجتمع الدولي. في طيب سيادة العميد، بهذا السياق أيضا الذي تتفضل به، كان هناك إعلام من قبل وزارة المالية عن تنسيق مع محافظ السويداء لإيصال الرواتب. يعني دائما الدولة تسعى إلى أن تكون الحياة بالمحافظة حياة مستقرة على الناس بكافة مستوياتهم، خصوصا الموظفين. يعني ما تعليقك على هذا الأمر؟ طبعا هنا واجب الدولة أن تعطي كل ذي حق حقه، وأهلنا في السويداء هم جزء لا يتجزأ من سوريا، وبالتالي كما أشرنا في البداية أن الدولة والحكومة عملت على حل المشاكل في السويداء وفي كافة المناطق السورية، سواء في الساحل أو في الشمال الشرقي من سوريا، بشكل عادل وبعدم اتخاذ أسلوب القوة. لربما يكون هناك وعي لدى الطبقات المثقفة لإعادة الوضع إلى ما هو الطبيعي، ولكن هؤلاء الجماعات الماردة عن القانون ترى في ذلك أو بالأحرى لا تستطيع التخلص من الأجندة الخارجية، لأنها مكبلة في قيود ولا تستطيع الانفلات من هذه القيود. وأنا نشير أن على الدولة وعلى الحكومة أن تتبع أسلوب العدل والمساواة ضمن كافة أرجاء الوطن السوري،
وبالتالي إعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء كل مسؤول مسؤوليته، وجعله مسؤولا أمام الجميع حول إدارته ولمهامه. لا بد لنا ننصح الحكومة هنا ونقول على الحكومة أن تبحث عن الكفاءات والمهارات السورية الوطنية، وهي كثيرة في سوريا، وتشغيلها واستثمار كافة الموارد البشرية في سوريا للسير بسوريا إلى الأمام إلى مصاف الدول المتقدمة. ونحن السوريون قادرون على ذلك، ولكن بشرط توفر الحرية والكرامة للمواطن. فالإنسان المواطن الذي يشعر بالخوف لا يستطيع أن يعطي. وهنا نشير إلى نقطة أساسية في حوارنا وفي كافة الحوارات مع السوريين، وخاصة مع الأقليات. هذه الأقليات التي عاشت الكبت والظلم، والأكثرية السنية من العرب قد عاشت الكبت والظلم أيضا من النظام الفائت، النظام البالي الذي اتخذ من الأقليات أسلوبا لترسيخ قواعده بحجة أنه يحمي الأقليات، وهو من قضى على الأقليات وجعل عامل الخوف ضمن هذه الأقليات، حيث أصبحت تشعر أن هذه الأقليات في هذا الوقت الحاضر أنها خائفة ولا تشعر بالأمن والأمان. لذلك أقول على الدولة أن يكون هناك خطاب واعي موجه لحفظ أمن هذه الأقليات، وأن هذه الأقليات هي جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، وبالتالي هي تعيش في أمن وأمان، وأن كل إنسان في سوريا هو مواطن حر في سوريا، له ما له وعليه ما عليه من المواطنين السوريين. طيب، بالعودة إلى حالة السويداء سيادة العميد، نستطيع أن نبني سوريا ونمشي إلى الأمام. نعم، بالعودة إلى موضوع السويداء، لماذا من وجهة نظرك لماذا ترفض المجموعات المتمردة الخارجة عن القانون كل شيء حتى صرف الرواتب لموظفي المحافظة؟ يعني إلى أين تريد أن تصل هذه المجموعات في السويداء بعنادها؟ في الحقيقة لا خلاف على هذا الموضوع، لا يختلف عليه اثنان. هذه المجموعات مرتبطة ارتباطا وثيق بالخارج وبخاصة بإسرائيل. لا تستطيع أن تنفلت من هذا النظام، من هذا الرجيم، من هذه القيود التي تكبلت بها، وهي تشعر بعدم الاطمئنان. ولكن نقول عليكم الرجوع إلى رشدكم، وعلى الطبقات المثقفة أن تقوم بدورها الحساس أو بدورها الفاعل ضمن هذه المجموعات لإعادتها إلى رشدها، لأن سوريا كل. نحن نعيش في عصر التحالفات، عصر التوحيد، لا عصر التفرقة. لا مكان للضعيف في هذا المجتمع، في العالم. هو ما أشار إليه السيد الرئيس، فالاتحاد قوة وفي التفرقة ضعف. فعلينا أن نعمل جميعا بيد واحدة. علينا أن نترك الحكومة والدولة الاستفادة من الخبرات. علينا أن نهيئ لها الفرصة لاستخدام كافة الموارد البشرية السورية الفعالة التي تستطيع أن تبني سوريا في هذه الوضع، حيث لا يتوفر الأمن والأمان للمواطن. لا تستطيع الاستثمارات الخارجية أن تدخل سوريا، وبالتالي سيبقى الوضع السوري على ما هو عليه، في أزمة من أزمة إلى أزمة أكبر. لذلك ندعو هذه الفئات التخلص من الأجندة والخضوع لإرادة الدولة. وإذا الدولة لم تستطيع بسط سلطتها على كافة ترابها، لا تستطيع العمل. نعم، أشكرك كثيرا، كنت معنا